مجموعة لقطات لعملية نقل إسعاف ونقل المصابين في أحداث العنف أو أحداث الإرهاب اللي حصلت النهاردة صباح اليوم في شمال سيناء. نشوف اللقطات الموجودة أمامنا. طبعا حصيلة المصابين أو الأرقام وصلت إلى 11 مصاب، وقدامنا اللقطات على الشاشة خلال نقلهم لسيارات الإسعاف من موقع الحدث ولنقلهم أيضا إلى الجهات الممكن أو 11. أنا متأكد من الأرقام دلوقتي، الحصيلة 11 قتيل وعدد من المصابين. هعرف كمان أتابع مع حضراتكم أعداد المصابين قد إيه اللي تم حصرها، ولكن تم تأكيد الرقم إنه 11 قتيل في أحداث الإرهاب اللي حصلت صباح اليوم. وقدامنا اللقطات وهم بيتم نقلهم وطبعا نقل المصابين لإسعافهم وعلاجهم وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم. نتمنى إن شاء الله أن يتم التعامل بالشكل الأمثل مع المصابين من أجل سرعة شفائهم، وطبعا يا رب يشفي الجميع. ولو في حد حالته حرجة بالتأكيد هتكون هناك عناية خاصة جدا بكل الحالات اللي يفترض أنها بتمر بحالة حرجة جدا من الناحية العلمية أو الطبية. ولسه طبعا يعني احداث العنف موجوده وبتتكرر، ولسه محاولات لفرض حاله من الفوضى في مختلف المناطق في مصر، والتوجهات اللي بترجو انها تعيد نشر عمليات او الفكر الارهابي هنا وهناك. وان شاء الله يتم التعامل مع ده بالشكل الامثل عن طريق استمرار عمليات القوات المسلحه لتمشيط أراضي شبه جزيرة سيناء وتنقية الأراضي هناك من العناصر التكفيرية، وطبعا التجمعات اللي بتدي نفسها حق حمل السلاح واستخدامه في وجه الدولة أو الآمنين وترويع الآمنين تحت أي مسمى سياسي أو ديني أو أي أفكار مغلوطة، هم بيدوا من خلالها الحق لنفسهم في هذا الأمر. وأيضا من الداخل كمان في القاهرة والمحافظات والمدن متهيألي إن احنا محتاجين أعلى درجة ممكنة من التعبئة ومن العمل ومن جاهزية ويقظة أجهزة الشرطة وأجهزة القوات المسلحة للإجراءات الاحترازية المطلوبة لوقاية البلاد من تكرار أي أعمال أو أي محاولات لإحداث عنف أو شغب أو أحداث إرهابية ممكن تؤدي إلى سقوط قتلى أو مصابين.